الطلاب والطالبات في أكثر الأحيان يتفاعلون مع معلمهم تفاعل تام بسبب تنظيم أكثر أوقاتهم في المدرسة، والمعلمات أو المدرسات لهن دور كبير في تربية وتعليم الطلاب أو الطالبات. لكن يوجد في العالم كثير من المدرسين والمدرسات لا ينبغي أن يكونوا مربين للطلاب والطالبات. أسوأ مدرسات في العالم: كارلي ميكيني. كارلي ميكيني مدرسة رياضيات التي تبلغ من العمر 23 سنة. في كروزالدو تعيش بسبب الصور التي نشرتها على التويتر. طردت من مهنتها. كانت في مدرسة أفرلاند تعطي درس الرياضيات. نشرت على تويتر صورتها وهي تأخذ المخدرات وأيضا الصور الغير الأخلاقية. بسبب هذه الصور طردت من المدرسة، وبعدها قامت كارلي بحذف حساباتها على تويتر لكن كانت بدون فائدة. تونيا تيف مدرسة في كاليفورنيا التي تبلغ من العمر 47 سنة بسبب تعاطيه الكحول أثناء الدوام الرسمي. طردت من المدرسة لأنها كانت تدرس الطلاب وهي في حالة سكر. قام الطالب من طلبة بالحديث مع والديه بما يحدث في المدرسة، وقام الأب بإخبار عنها، وبعدها قاموا بالفحص. تبين أنها من زمن طويل تأخذ المشروبات الكحولية، وبعدها بفترة قصيرة منعت من التدريس. المدرسة ليونا راستاموفا كانت تعطي للطلاب المدرسة الغش مقابل النقود، وتبين على أن هذه المدرسة مريضة نفسيا أيضا، لأن قبل سنوات أيضا كانت تعمل علاقة غير شرعية مع أحد طلابه الذي كان يبلغ من العمر 16 سنة. في المحكمة اعترفت على كل الأمور، وفي الأخير حكمت المحكمة عليها بالسجن 3 سنوات. دانيال كونر يونانية الأصل التي تبلغ من العمر 30 سنة كانت تعطي دروس الموسيقى مع صديقه نيوكارلز الذي يبلغ من العمر 32 سنة. قاموا بسرقة الآلات الموسيقية الموجودة في المدرسة، وبعدها كانوا يشترون بالنقود المخدرات. بعد عدة أشهر استطاع الشرطة اليونانية بالقبض عليها. ريبيكا باكورد هذه المدرسة التي كانت في بلوكسي والتي تبلغ من العمر 27 سنة. تبين أنها كانت تعمل العلاقة الغير الشرعية مع أحد الطلاب المدرسة، وكان عمر الطالب 15 سنة. تم إلقاء القبض عليها بعد كشف من أم الطالب بعدما أرسلت رسالة ريبيكا على هاتف المحمول للطالب. فتحت الرسالة أم الطالب وبعدها عرفت بالأمر الذي يحدث بين الطالب أي ابنه والمدرستها، واشتكت في بلوكسي، وبعدها اعترفت المدرسة في المحكمة على كل شيء. نيكولا وافلت تعيش نيكولا في نيويورك والتي تبلغ من العمر 35 سنة. تبين أنها تعمل علاقات غير الشرعية والمحرمة مع الطلاب الذين أعمارهم ما بين 13 و 15 سنة، وكانت أيضا تصور كل أفعالها مع الطلاب وتنشرها على الفيسبوك. ألقت القبض عليها وأخذت جزاءها في نيويورك. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب بالفيديو، اشتراك في القناة يدعمنا، لا تبخل في الاشتراك معنا لترى كل حصري وجديد في قناة مقياس العقل.